اهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا لكم من جديد عشان ننقل هذا الحدث من قلب الحدث. احنا اليوم في اكاديميه النجوم مع الكابتن احمد سامح داوود والكابتن سيد معوض، وحابين ندي لحضراتكم الفكره في الواقع نفسه ان الاكاديميه تمتاز بان في لعيبه زي ما حضراتكم شايفين ان في الواقع نفسه ان الاكاديميه تمتاز بان في لعيبه زي ما حضراتكم شايفين ان في انتشار واسع من جميع اللعيبه، وفي مجهود مبذول من الكابتن سيد والكابتن احمد، واحنا مع حضراتكم وحابين ننقل الحدث ويوم جميل زي ما حضراتكم شايفين ان احنا نحب نطور من ابنائنا اللعيبه دي كلهم، ولعل وعسى يمكن في لاعب منهم يكون هو محمد صلاح القادم او تريزيجيه او محمد النني. وزي ما حضراتكم عارفين كل ولي امر يحب ان يكون ابنه هو محمد صلاح القادم، ونتمنى من خلال برنامج كرة مع وليد ويسعدني ويشرفني ان اكون متواجد مع جميع اكاديميات جمهورية مصر العربية لاكتشاف المواهب. كونوا معنا والكرة مع وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرنامج الكرة مع وليد. اليوم في اختلاف شوية، بنقدم مواهب مع وليد، وسعدني يكون معايا الكابتن أحمد سامح داوود المشرف على أكاديمية النجوم. والنهاردة بإذن الله هيكون لنا حديث يعني مصغر شوية، ونعرف ونبذة سريعة عن أكاديمية النجوم مع الكابتن أحمد سامح داوود. وفي الأول يسعدني ويشرفني يكون معايا أحد نجوم أكاديمية النجوم الكابتن أحمد سامح. ازيك يا كابتن احمد؟ اهلا بك يا كابتن وليد، عامل ايه؟ منور الدنيا والله، سعيد بلقائك انت والجماعه اللي معاك، نورتني وشرفتني على راسي من فوق في نادي الشرطه. حبيبي يا كابتن احمد، الله يخليك، واحنا متشكرين على الاستضافه بتاعه اليوم، وان شاء الله يكون لقاء يعني ايه سريع برضو بنوصل للساده المشاهدين والمتابعين لقائنا مع حضرتك ومع اكيد مع الكابتن سيد معوض المشرفين على أكاديمية النجوم. في الأول نحب نعرف من السادة المشاهدين يحبوا يعرفوا مين هو الكابتن أحمد داوود. والله يا كابتن أنا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا كابتن أحمد سامح داوود، أنا عندي 29 سنة. أنا لعبت في ناشئين الأهلي 10 سنين، ولعبت دوري ممتاز في المقاصة سنتين، ولعبت في الداخلية 6 شهور، ولعبت منتخب مصر في الناشئين يعني، وحصلت لي إصابة، وبعد كده لعبت في كفر الشيخ ممتاز بيه ودمياط ممتاز بيه وسيدي سالم وصعدت معاهم الحمد لله، ويعني وحاليا بلعب في نادي اتحاد بسيون الرياضي. وحبيت في الفتره اللي انا كنت فيها كلها في الكوره وفي الخبره اللي انا خدتها مع جميع المدربين في النادي الاهلي من كابتن علي ماهر كل الناس دي، ان انا الصوره دي انقلها، وحبيت ان انا وكابتن سيد نعمل اكاديميه ننقل فيها كل حياتنا اللي احنا اتمرناها في الكوره ننقلها معاهم. دي اهم حاجه عندي بالنسبه لي. بس. طيب نبدا باول سؤال، هل في صعوبة انك تبدأ مع أكاديمية؟ واولا السن بيبدأ من كام؟ يعني بتبدأ الأكاديمية من سن كام لحد سن كام؟ والله يا كابتن احنا عندنا هنا على حسب برضو استيعاب الطفل، من اول سن 5 سنين على حسب حجمه لحد سن معاه لحد سن 15 سنة، لان زي ما حضرتك عارف بعد سن 15 سنة ما ينفعش اقبل لعيب في أكاديمية، لان خلاص اوريدي ابقى انا بضحك عليه. اوريدي لازم يبقى هو يلعب في نادي على الاقل ممتاز بيه درجة ثالثة دوري ممتاز، عشان خلاص سنه مش همر اللعيب زي ما هو 5 سنين زي ما هو 15 سنه، بتفرق. فاحنا بنقبل من اول سن 5 سنين لحد سن 15 سنه. طيب هو في حاجه برضه يا كابتن احمد احنا عارفينها وانت اكيد يعني مريت بيها، ان زمان وايه الفرق بين دلوقتي في اكاديميات منتشره على مستوى الجمهوريه؟ ايه الفرق بين الاكاديميات دلوقتي وبين زمان كنا بنلعب في مدرسه الكوره؟ والله يا كابتن الدنيا اتطورت طبعا، الملاعب كترت، الانديه كترت جدا، بقى في دلوقتي انديه استثماريه كبيره جدا في الدوري الممتاز وفي الممتاز بيه، في دلوقتي كل الناس بقت عايزه الدنيا ان انا اشتري لعيب دلوقتي من النادي الاهلي دي بقت غاليه. فانا دلوقتي لما انا اعمل اكاديميه واسس مهمتي الاساسيه ان انا من عندي من 200 عيل
يطلع لي 5 6 في السنه كلها اوديهم، اللي اوديه الاهلي، اللي اوديه الزمالك، اللي اوديه وادي دجله. معانا لعيبه هنا بتلعب في غزل المحله، وعندي لعيب السنه اللي فاتت راح النادي الاهلي وقبل، اسمه خالد، بيلعب دلوقتي في النادي الاهلي، هو لعيب كويس جدا. دي المهمه الاساسيه. زمان كان في صعوبه ان انا اجيب، كانش في اكتشاف زي ما حضرتك دلوقتي حضرتك بتعمل برنامج، ممكن انا لما تيجي تصور يبقى في 2 3 لعيبه يفرقوا معاك يروحوا انديه ثانيه عن طريق برنامج كابتن وليد، عن طريق برنامج واحد تاني كده، دي بتفرق. فدلوقتي الدنيا بقت اسهل عن زمان كتير جدا، وبقى الملاعب اكتر، وبقى في استثمار اكتر. طيب هل برضو احنا برضو من خلال ان احنا شايفين معاكم عدد كبير قوي من الناشئين، هل بيفرق من ناشئ لناشئ انك تكون القوه البدنيه بتاعه الناشئ انه يقدر ياخد منك الفكر التدريبي او الحمل التدريبي؟ اكيد طبعا يا كابتن. في لعيب كوره ممكن يجي لي عنده 10% بس هو عايز يوصل لهدفه، واهله طبعا بيساندوه، عاملين ليه سبورت. دي بتفرق كتير جدا معايا ان انا امرن طفل. في واحد يجي لي 10 سنين 11 سنه 12 سنه مش زي لاعب عنده 7 سنين في ان هو عايز يوصل لهدفه. هي دي بتفرق عن لعيب عن لعيب. لكن انا طبعا باخد اللعيب اولا، باخده من الالف للياء، بوصله ان هو دايما اولا يحب المهنه، يحب الكوره، يحب المدرب بتاعه، ان هو ما يغيبش، يجي يحضر التمارين بتاعته. واحده واحده بيتمرن، بشتغل على النواقص اللي عنده، الحاجات اللي زياده اللي عنده بكملها له. اما النواقص بتاعته بخليه يفرق يوم عن التاني عن التالت. وطبعا ببقى انا وكابتن سيد ومعانا مدرب تاني بنبقى كاتبين فيه تقرير يومي عن يومي، اللي هو بتفرق. ما يهمنيش خالص الاشتراك ده اقل حاجه بفكر فيها. زي ما انا ما بقول لاولياء الامور دايما، احنا وكابتن سيد شغالين عندكم، احنا عندنا 29 سنه، السن قريب بينا وبين اللعيبه، فدايما بنحب ان اللعيب ده يوصل لهدفه. واقول له انا تحت امرك، اللي انت مش فاهمه انا اعرفه لك. ومهمتي الاساسيه انا مش عايز اللعيب يتمرن معايا سنه كامله، شهرين 3 4 ربنا يكرمه هوب يروح على نادي تاني، ربنا يكرمه في نادي تاني، مش عايز منه اي حاجه تانيه غير ان ربنا يكرمه يوصل زي محمد صلاح وزي تريزيجيه وزي كهربا، يوصل لهدفه الحقيقي. دي مهمتي الاساسيه. يعني انت من خلال برنامج الكوره مع وليد يا كابتن احمد، اللي برضو يعني عرفناه من خلال كلامك ان انت المقابل المادي برضو يعني بيبقى في عدد، وفي اولياء امور برضو بيبقى معلش من ضغط الحياه عليهم ممكن ما يكونش عنده المقدره انه يدفع حق الاشتراك، رغم ان في مواهب كتيره. واكيد عارف انت طبعا حضرتك ان في مواهب مدفونه وانك لازم تكتشفها، لانه ده في الاول وفي الاخر بيرجع لحضرتك وبيرجع للكابتن سيد. تمام مظبوط. نحب نعرف الناس ان هنا الاكاديميه ممكن تقبل، هل ممكن يكون في تخفيف شويه من خلال الناس اللي هي غير قادره على الاشتراك؟ دي كلمه نحب ان نعرف من برنامجك يا كابتن وليد. أيوة. انا احب اقول لكل اولياء الامور وكل الناس اللي بتتابعنا، انا مهمتي الاساسيه مش الاشتراك. انا اشتراكي 150 جنيه في الشهر فقط. انا قايل للعيبه وقايل لاولياء الامور، اي لاعب كوره عمري يا كابتن ما اكسر بخاطر طفل لابس شورت وفانيلا وشراب ان هو ينزل يتمرن معايا وامنعه من التمرين. دي مستحيله، لان انا لعيب كوره وعارف يعني ان انا اكسر قلب طفل بيحب الكوره. ممكن يبقى لعيب جامد جدا واهله يا عيني في ظل الظروف المعيشه اللي احنا عايشينها مش قادر يدفع 150، ممنوع ينزل التمرين على راسي من فوق. مهمتي الاساسيه ان انا اللعيب يبقى حابب التمرين، وعمري ما اكسر بخاطر طفل او وليه امر او ولي امر. من برنامجك انا بقول لاي حد والده متوفي والدته متوفيه مش قادر على الاشتراك، يجي وما يشيلش هم اي حاجه، من اول الشراب لحد التيشيرت من فوق هو لابسه تحت انا وكابتن سيد معوض على راسنا من فوق. طيب انا هقول سؤال اخير يا جماعه، وهو السؤال ده بالنسبه للكابتن احمد برضه هنساله، هل الاكاديميه والتدريب اللي هو مثلا ممكن يكون يوم او يوم يا كابتن احمد، ممكن يكون برضه في مشكله عند ولي الامر بالنسبه ان دلوقتي في دراسه وفي دروس شغاله وبتاع، هل ده بيأثر على برضو الفتره التعليميه؟ والله يا كابتن احنا زي ما ابويا زمان الله يرحمه كان دايما يقول لي الكوره والمذاكره والدراسه عامله شبه قضيب سكه القطر كده، ما ينفعش حاجه تتاثر عن حاجه. صح. لازم الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض. الرياضه بتفرق مع الدراسه، والدراسه بتفرق مع الرياضه، بتفتح مخ الطفل. دي حاجه اساسيه جدا. لعيب الكوره لما بيقعد وزنه بيزيد زي ما كلنا عارفين. انا وصلت معاه الليفل مثلا 6 من 10 7 من 10 بيرجع تاني يتاخر.
لعيب الكوره من سن 5 سنين لحد سن 15 سنه هو بيتقبل الحمل التدريبي بتاعي بالمهارات بتاعته بكل حاجه. لو قعد مره واحده بيتاثر طبعا عليه، بس في اولياء امور زي ما قلت لحضرتك عايزه اولادها يبقى سبورت ليها، ما بتقطعش التمرين. انا معايا اولاد هنا شغالين صيف شتاء، في اولاد بيجوا فتره يومين 3 اسبوعين 3 في الشهر وبيقعدوا. انا بقول لكل ولي امر عايز ابنك يوصل لهدفه ما تقطعوش عن التمرين. عند كابتن وليد، عند كابتن احمد، عند كابتن محمود، اي سي ما يقعدش من التدريب. دي حاجه بتفرق معاه جدا في الدراسه وبتفتح مخه. وفي اخر اللقاء حابين نشكر الكابتن احمد سامح داوود، وشاكرين ان هو استضافنا النهارده في نادي الشرطه، ويعني نتمنى له كل النجاح والتوفيق في ظل الانتشار الجميل اللي احنا شايفينه من اللعيبه والناشئين، وبنتمنى له مزيد من النجاح. شكرا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن وليد، شرفتني ونورتني بجد والله. انا سعيد جدا باللقاء. كابتن الله يكرمك. حبيبي يا كابتن، ما تحرمش من